نصيحة مني لكل أب وكل أم، اسمعوا الكلمتين دول وحطوهم حلقة في ودانكم. انتوا الجي بي اس بتاع عيالكم. يعني ايه انتوا الجي بي اس بتاع عيالكم؟ انتوا اللي فوقوا عيالكم، انتوا اللي اختاروا لعيالكم مستقبلهم. اللي جاي برمجة وذكاء اصطناعي، ولا جاي محاماة، ولا جاي كلية تجارة، ولا تربية، ولا الكلام ده كله. عشان عيالنا يقدروا يواكبوا المستقبل ويشتغلوا شغلانات محترمة في شركات محترمة في الفترة اللي جاية أما يكبروا. برمجة، ذكاء اصطناعي، هم دول اللي جايين، هم دول اللي فيهم فلوس، هم دول اللي فيهم المستقبل، هم دول اللي فيهم الخير. لكن غير كده ولا أي حاجة. ثانوية عامة، تجارة، حقوق، الكلام ده كله، كل الكلام ده الفترة اللي جاية مش هيأكل عيش. علموهم كويس، دخلوهم في حتة البرمجة وحتة الذكاء الاصطناعي، والكلام بقى ببلاش. هو الكلام كله محتاج مجهود منك كأب، ومجهود منك كأم، ومجهود من الولد او البنت اللي في البيت، ان احنا نركز مع البرمجة ومع الذكاء الاصطناعي. طب نعمل ازاي؟ في صفحة على اليوتيوب اسمها صفحة استاذ اسامة الزيرو. اسامة الزيرو ده مهندس برمجة، راجل محترم، بيعلم البرمجة من الالف للياء والوجه الله وبلغات البرمجة كلها. الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش كلامي، ده كلام واحد صاحبي، مهندس صاحبي معايا في الجيم، مهندس برمجة، بيقول لي انا لما بقف في شغلي برجع لصفحة أسامة الزيرو، وهو مهندس برضه على فكرة. فأنا ما بقولش كلام ارتجالي ولا كلام وخلاص، دي نصيحة بقولها للناس كلها، لأن أنا يعني شايف إن المستقبل واللي جاي هي البرمجة والذكاء الاصطناعي. فنعود عيالنا في الموضوع ده، إن هم لما يكبروا يبقوا مؤهلين للسوق، مؤهلين لسوق العمل، مؤهلين للحياة. مش يخشوا مغمضين، ولا يخشوا مأنتخين، ولا يخش دماغهم مقفولة، ولا كده ولا كده. اول ما يخشوا السوق اما يكبروا يبقى عندهم 20 ولا 22 سنه ولا 25 سنه ولا ايا كان سنهم، بعد ما يخلصوا كليتهم وجيشهم والكلام ده كله، هيخش هيتفاجئ، هيخش هيترعب. لازم عيالنا تتعلم برمجه وتتعلم ذكاء اصطناعي. غير كده الفتره اللي جايه عيالنا لما يكبروا لو ما اتعلموش الكلام ده مش هياكلوا عيش وسط الناس، اللي مش هياكلوا عيش وسط الناس، مش هياكلوا عيش وسط الناس اللي هتبقى موجوده في السوق. مش هيركبوا عربيات، مش هيسكنوا في كومباوند، مش هيسكنوا في حته حلوه. هو كله بتاع ربنا، بس انا بقول لك على اللي جاي، انا بقول لك على المستقبل شكله ايه. واكيد كلنا عارفين الموضوع ده والكلام واضح. احنا في الوقت اللي احنا فيه، في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو ده اهو، البرمجه والذكاء الاصطناعي داخله في جميع المجالات، داخله في جميع المجالات. فاحنا نقوي عيالنا، احنا نوجههم، احنا نحدد مستقبلهم، احنا نحدد مصيرهم. العيل مهما كان لسه تفكيره ضيق، لسه دماغه مش مواكبه الحياه، مش مواكبه الجو. فلازم احنا نبقى الجي بي اس بتاع عيالنا ونوجههم ونعلمهم كويس. والموضوع ما بقاش مكلف زي زمان، النت ما خلاش حاجه، والموضوع كله ان احنا نتعب شويه، بدل ما احنا مقضينا ريلزات وتيك توك وانستجرام وكلام فاضي كده، نتعلم حاجه من التليفون اللي في ايدينا. تمام؟ ربنا يصلح حالنا وحالكم ويبارك في عيالنا وفي عيالكم وفي عيال الناس كلها يا رب. السلام عليكم.